بيبدأ فيلمنا مع جولي اللي بتكون رايحة تستلم بيتها الجديد، وبتدخل البيت وبيكون لسه محتاج صيانة كتير، ودانيال جوزها بيكون مستنيها جوه، وبيخرج عامل الصيانة وبيقول لها إنه لقى الإسورة دي في الأرض، فبتاخدها منه وبتقول لدانيال إنها مش بتاعتها. وبالليل بتكون قاعدة قدام المراية وبتبص للإسورة، وبتقوم تجيب صندوق الذكريات بتاعها وهي حزينة، وفجأة بتسمع صوت أطفال، وبتروح بتلاقي القط بتاعها واقف وبيبص على حاجة، وبتقرب جولي وبتسمع الصوت، لكن بيجي فجأة جوزها دانيال وبيخضها وبياخدها على غرفة الأطفال وبيوريها إنه راكب كاميرا وموصلها بالتابلت علشان تقدر تراقب الطفل وهي على السرير. وبعدها بيجهزوا نفسهم وبيروحوا يحضروا حفلة، وهناك بتقابلها واحدة وبتسألها إذا كان ده أول طفل ليها، فبيجي دانيال بسرعة وبيعرفها إنه فعلا ده أول طفل ليهم. ولما بيرجعوا من الحفلة جولي بتكون متضايقة جدا من دانيال، وبتقوله انت بتتكلم كأنه مش موجود، فبيقول لها دانيال ان فعلا ابننا ميت. فبتطلع على السلم وهي متعصبة، وفجأة بتشوف ولد في المراية قدامها وبتقع من على السلم، فبياخدها دانيال بسرعة للمستشفى، وهناك بتحلم بابنها أندرو لما ولدته نزل ميت، وبيقول لها الدكتور ان عندها مشكلة كبيرة وانها لازم ترتاح في السرير لحد يوم الولادة. فبيرجعوا البيت وبيسيبها دانيال وبيروح شغله، وجولي بتسمع صوت خبط في الدولاب، فبتروح تفتح وهي خايفة لكن ما بتلاقيش حاجة. وبالليل جوزها بينام وهي بتكون لسه صاحية، فبتسمع خبط في الدولاب وبتشوف طفل جواه، فبتصحي دانيال بسرعة وبيروح يفتح وهو مرعوب لكنه ما بيلاقيش حاجة. وتاني يوم بتبص من الشباك بتلاقي ولد بيلعب لوحده قدام بيتها، فبتناديله وبتسأله عن أمه، لكن الولد بيفاجئها وبيشاور عليها وبيجيلها إشارة على التابلت إن في حد في الغرفة. ولما بتبص بتلاقي القط بتاعها، ولما القط بيتحرك من قدام الكاميرا بتشوف حد في المراية، فبتخاف جدا وبتكلم الشرطة وبتفكر ان في حد بيتهجم عليها. ولما بيجوا ما بيلاقوش حاجة، ودانيال بيجي وبيقول للظابط ان عندها حالة نفسية بسبب موت ابنها، وبيقرر بعد كده انه يجيب لها ممرضة تفضل معاها وتاخد بالها منها وتتابع نبض الجنين، وبتاخدها الحمام علشان تاخد شاور. وفجأة بيظهر الولد وبيشاور على بطنها، فبتتعب جدا جولي وبيجي الدكتور علشان يشوفها وبيقول لها ان الافضل ليها انها هتفضل في المستشفى لحد يوم الولادة، لكنها بترفض وبتقوله انها مرتاحة في البيت. وبيروح يقول لجوزها انها فاكرة انها بتشوف ابنها اللي مات وبتشوفه كمان وهو كبير. وبعدها جولي بتكون قاعدة على السرير وبتقرا كتاب، وفجأة بتلاقي كرة صغيرة خرجت من تحت السرير وبتفتكر ان القط بتاعها بيلعب معاها، فبترميله هي كمان الكرة، لكن فجأة بتشوف القط بتاعها بعيد عن السرير والكرة لسه بتتحرك. ولما بتبص في المراية بتشوف طفل تحت السرير، وبعدها بتدخل الحمام تاخد شاور وبتنده على ابنها أندرو علشان يجيلها، وفعلا بيجيلها الولد وبتقوله انت جاي تشوف اختك، فبيقول لها انها عايزه تاخد اخته الصغيره. وفجاه بتيجي الممرضه والولد بيختفي من قدامها، وجولي بيكون عايزه تعرف هو يقصد ايه، وبتفتكر انه يقصد الممرضه، وبتقول لدانيال انها مش مرتاحه لها وعايزاه يمشيها، لكنه بيرفض وبيخرج من الاوضه وبيرجع تاني يتخانق معاها لانه عرف انها ما بتاخدش الدواء بتاعها. وبتقوله انها بتشوف اندرو وهو مش بيصدقها لان الولد مات وهو صغير، وبتاخد البرشام ترميه في الحمام عشان عايزه تفضل تشوف ابنها. وبتيجي الممرضة تطمن على الجنين وبتقول لها أنا كنت حامل وطفل مات في نص الحمل، وده حصل لها 3 مرات ورا بعض. وبتقول لها عن حكاية أم حامل في طفلها الرابع وبتعمل حادثة وبيموت الطفل، وبعدها بتدخل الست في حالة اكتئاب، وبعدها بتموت ولادها ال3 وبتنتحر هي كمان. وبتسألها عن اسمها وبتعرف إن الإسورة اللي لابساها كانت بتاعتها. وبيجي يوم الولادة وبتفتح الأيباد وبتنادي على أندرو وبتسأله عن اسمها، فبيجري الولد وبيظهر ال3 أطفال قدامها، والكاميرا بتفصل وبتروح تبحث عن الاسم وبتعرف ان هي صاحبة البيت وان هي اللي قتلت الاطفال اللي ظهروا لها في الكاميرا. وبتظهر ايدين على بطن جولي، فبتصرخ جولي وبتقوم تجري وبتقول لهم لازم نخرج بسرعة، وجوزها مش مصدقها. فبيسمعوا صوت خبط في الدولاب وبيروح جوزها يفتحه بيلاقوا ولد قاعد جواه وبيقول لهم ماما جاية اهربوا بسرعة. وفجأة بيطلع لفوق وبيختفي، وبيروح بسرعة يسند جولي وبيقول للممرضة هات الكرسي، لكن البيت بيتهز جامد والكرسي بيتحدف من الشباك، والممرضة بتتحدف ورا وبتموت. وبعدها بياخد جولي ويخرج، لكن بتظهر روح الست اللي انتحرت وبتضربه على راسه، ودانيال بيفقد الوعي. وبتحاول جولي تاخد اللاسلكي وتبلغ الشرطة، وبتتسحب جولي جوه البانيو وبتولد، وبتاخد البنت في حضنها والست بتكون واقفة قدامها وبتحاول تسحب روح البنت، لكن جولي بتقول لها مش هسمح لك تاخديها مني، وبتحرك البانيو جامد لحد ما بتقع تحت. وبيفوق جوزها وبيجري ياخد البنت وبتقول له خدها واخرج بسرعة، لكن الباب ما بيرضاش يفتح معاه، وبتقرب الست منه لكن بتيجي روح جولي من وراها وبتخنقها، والباب بيتفتح والست بتطير بره البيت. وفي الوقت ده الاسعاف بتكون جت وبيجي الولد وبيقول لها تعالي شوف الطفل، فبتدخل الاوضه وبتشوف ابنها اندرو اللي مات وهي بتولده وبتشيله وتخرج.
والممرضة بتاخده منها وبتقول لها أنا ههتم بيه، وبتبص ناحية النور وبتمشي. وبترجع جولي تاني للحياة، وبعدها بسنين وبنشوف جولي ودانيال مع بنتهم وبيكونوا مبسوطين مع بعض. وهنا بينتهي ملخص فيلمنا. بشكركم جدا على المشاهدة، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد.